وامي هي اللي دخلت عليا وقالت لي يا بنتي الراجل اللي تقدم لك ده هتتجوزيه، هو صحيح اكبر منك ب14 سنة بس هو ده اللي موجود. انا اتخضيت واتصدمت. ابويا دخل عليا وقال لي جهزي نفسك قدامك شهر وتكوني في بيت جوزك. المهر بتاعي كان قليل جدا وعلى قد الحال، بس اهم حاجة عندهم كانت السترة زي ما بيقولوا بالظبط. كنت لسه عيلة صغيرة ومش فاهمة اي حاجة في اي حاجة. قرب ميعاد الفرح وخدوني عملوا لي حفلة صغيرة قوي وعلى الضيق كده، ما فيهاش اي زفة ولا هيصة ولا اي حاجة. ولقيت نفسي فجأة في شقة راجل عمري ما شفته ولا عشرته، بس بصراحة الراجل ده طلع ابن حلال طيب وحنين. هو من اول ليلة وراني حنيته وان هو انسان بيفهم. قال لي تعالي يا بنتي جنبي هنا وما تخافيش من اي حاجة، انا عارف انك لسه صغيرة ومش فاهمة اي حاجة، اطمني وما تخافيش مني، انا هنا معاكي واي حاجة تعوزيها قوليلي عليها وانا هجيبها لك في ثانية. ودلوقتي نامي وارتاحي، انت شكلك تعبانة. قلت له لا انا مش تعبانة. قال لي طيب تعالي لما افرجك على البيت علشان تعرفي كل حاجة فين. قام هو مسكني من ايدي ومشينا ووداني على الصالون. والشقة تبارك الله كانت كبيرة ومتوضبة حلوة قوي. فضلت ابص لقيت صور كتير متعلقة على الحيطة وفي كل حتة. سألته بتاعت مين الصور دي كلها؟ قال لي وهو عمال بيبتسم كده دي صوري مع الطلبة بتوعي في الجامعة، انا استاذ جامعي. قعد يحكي لي وانا بس مبهورة كده وعينيا مركزة مع كلامه. قال لي وانت اتعلمتي لحد سنة كام؟ قلت له انا عمري ما دخلت المدرسة اصلا. قال لي ولا يهمك ما تشيليش اي هم، انا اللي هعلمك كل حاجة. بصيت له وضحكت كده وسألته امال فين اهلك وناسك؟ ساعتها لقيته حزن كده واتنهد وقال لي انا يتيم وماليش اخوات ولا اهل، ابويا وامي ماتوا في حادثة عربية يوم تخرجي من الجامعة. هو بدأ يعيط. انا الصراحة قلبي اتوجع عليه وما بقتش عارفة اقول له ايه ولا اواسيه ازاي. فضلت بوصله بس بحزن كده. قال لي يلا لما اوريك المطبخ، وفرجني على البيت كله. وبعدين خرجنا البلكونة الكبيرة اللي فيها زرع وكراسي وقال لي تعالي نقعد هنا شوية. دخل وجاب في ايده كده كوبايتين قهوة وحطهم على الترابيزة وقال لي اشربي القهوة دي. قلت له لا انا ماليش فيها وما بحبهاش اصلا. ضحك وقال لي لا هتشربيها وأعلمك تحبيها وتدمنيها كمان. فضلت مصدومة من طيبة قلبي وحنيته وازاي بيتعامل معايا بالذوق ده كله. قعدت افكر بيني وبين نفسي يا ترى انا هقدر اكون زوجة صالحة للراجل ده؟ وقلت لنفسي لازم اكون زوجة مطيعة واعمل له كل اللي يطلبه مني. وانا غرقانة كده في تفكيري لقيته بينادي عليا وهو واقف كده وسط الزرع. انا ما كنتش دريانة بالدنيا. قلت له نعم. قال لي بتفكري في ايه كل ده؟ تعالي جنبي هنا. وقفت ورحت له وقال لي شوفي بقى الليلة دي هنزرع انا وانتي شجرتين، واحدة باسمي وواحدة باسمك، بس لازم تساعديني. ضحكت وقلت له اللي تأمرني بيه انا هعمله. زرعناهم وسقيناهم مية وقال لي بصي بقى كل يوم الصبح لازم تسقي شجرتك علشان تكبر. ساعتها رديت عليه بدلع كده قلت له لا اصحى انت اسقيهم هما الاتنين. ضحك وقال لي لا انا هسقي شجرتي انا وبس، شجرتك انت لو ما سقيتهاش واهتميتي بيها هتموت. بصيت له وقلت له خلاص ان شاء الله هصحى كل يوم وهسقيها. كان تعامله فوق الوصف، ما بيطلبش مني حاجة تتعبني ابدا. قال لي ريحي نفسك خالص متفكريش في اي حاجة. ساعتها نمنا الليلة دي وبقيت مراته قدام ربنا. ليلتها واحنا بنضحك وبنسهر كده كانت احلى ليلة في حياتي مع اطيب خلق الله. صحيت الصبح ما لقيتهوش جنبي، قمت استحميت ولبست وبصيت من البلكونة لقيته كده اول ما شافني جري عليا. قال لي تعالي اقعدي معايا هنا، انا لما انزل الشغل انت هتاخدي بالك من الجنينة والزرع بتاعنا. قلت له من عينيا الاتنين. دخل جاب الفطار وقال لي كلي كويس جدا وتغذي. الايام جريت والله العظيم نسيت اهلي وما بقتش بفتح سيرتهم ولا قادره استغنى عنه ابدا حتى لو ساعه واحده. كان بيوديني لاهلي الصبح واكلمه يجي ياخدني بالليل، كان هو كل دنيتي. عدت اول سنه وما حصلش حمل، وفي ليله كده قلت له ايه رايك نروح لدكتوره علشان نطمن؟ قال لي ماشي هوديكي، بس انا تفكيري في حاجه تانية خالص. قلت له قولي بتفكر في ايه؟ قال لي بصراحه انا عايز اطلب منك طلب بس خايف ترفضيه.